أحب قبل ما أحكي لكم قصتي أعرفكم بنفسي. أنا دانيا، عمري 19 سنة، عايشة أنا وجدتي على جزيرة صغيرة معزولة عن كل البشر. إيه اللي جابنا هنا؟ ده حدوتة قديمة قوي. وأنا صغيرة كان عمري 4 سنين، كنت في رحلة في المركب أنا وبابا وماما وأخويا وجدتي. كانت رحلة عائلية جميلة جدا، بمناسبة إن بابا كان لسه شاري المركب ده جديد. وبدون أي مقدمات المركب خبطت في صخرة كبيرة في البحر غرمتها. يا عيني، بابا ملحقش يفرح بالمركب الجديد. شوية بشوية المركب بتغرق بينا واحنا مش عارفين نتصرف، لغاية اما المركب غرقت خالص. ومسكت انا وجدتي في لوح خشب، وبابا وماما في لوح تاني، وحط اخويا فوقيه، اصله كان لسه صغير عمره شهور. قعدنا في البحر يومين، والحسن حظنا ان جدتي لحقت شنطتها الجلد وكانت مليانة اكل. كنا حاطينها فوق اللوح بتاعنا، وكل يوم نطلع منها حاجة صغيرة ناكلها. ما كناش بناكل كتير علشان الأكل ما يخلص، عشان ما كناش عارفين هنقعد كام يوم في البحر، وكمان عشان ما نتقلش، عشان نقدر نعوم على قد ما نقدر. وفي اليوم الثالث كان في عاصفة شديدة قوي فرقتنا أنا وجدتي عن بابا وماما وجابتنا على الجزيرة دي. معرفش بابا وماما ايه حصل لهم، ممكن يكونوا ماتوا أو العاصفة حدفتهم في جزيرة تانية، الله أعلم. جيت أنا وجدتي الجزيرة دي، هي صغيرة فلفيناها كلها وحفظنا كل مكان فيها. عرفنا نتعايش فيها، وبنينا لنفسنا بيت صغير من دور واحد جواه أوضتين وصالة، وبنينا العفش كمان بنفسنا من الخشب والحصير ومواد تانية كتيرة قوي. جدتي علمتني الكتابة والقراية وأنا صغيرة، على أمل إن احنا في يوم من الأيام كنا هنرجع تاني بلدنا. بس مع مرور الوقت أنا وهي فقدنا الرغبة في إننا نرجع، وتعلقنا بالجزيرة قوي لدرجة إن احنا بقينا مش عايزين نسيبها أبدا. اتعلمت حرف كتيرة قوي، وتعلمت أتعامل مع حيوانات كتيرة جدا، وبقيت شجاعة وجريئة جدا. دي كانت البداية. الحياة في الجزيرة جميلة ومليانة مغامرات، وكل يوم بتعلم حاجة جديدة، وجدتي مالية عليا دنيتي. رغم كل ده أنا بخاف لو في يوم جدتي توفت. هي دلوقتي كبرت ومش هتقعد لي كتير مهما قلت ربنا يديها طولة العمر. وبخاف لو مت قبلها هي هتعيش ازاي بعدي لوحدها من غير ما حد يساعدها. وبخاف حد يجي الجزيرة وياخدها مننا ويفسد فيها، وانا عمري ما اتعاملت مع بشر غير جدتي. اكيد الناس شخصياتهم مختلفة عن بعضهم، ومش كل الناس زي جدتي، مش كل البشر هقدر اتعامل معاهم. المخاوف دي كلها بدايات ظهورها جوايا اما كبرت وبقيت حوالي 16 سنة، اما بقيت واعية وفاهمة بسبب كلام جدتي ونصايحها ليا. بس دايما اللي في بالي الواحد مهما كان نسبة حدوثه 100%، قدرة ربنا في انه يغير موازين اي حاجة فوق كل شيء. فكنت دايما زي ما جدتي علمتني بقول: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي يوم من الايام صحيت وفضلت قاعدة شوية في سريري ساكتة وبفكر في الحلم اللي حلمته. كان حلم جميل قوي. حلمت براجل وست واقفين في أوضة لونها اسود وجوانبها كلها منورة، وانا كنت واقفة تحت سلمتين كده بيطلعوا الأوضة دي. بس انا ما كنتش شايفاهم كويس لان الأوضة كان نورها ضعيف قوي، وخوفي من مواجهة البشر خلاني اللحظة ارجع لورا. بس بصيت كويس عليهم ولقيتهم بابا وماما. ايوه هما، طبعا انا منسيتش شكلهم. ما صدقتش نفسي وطلعت السلمتين بسرعة وجريت عليهم وحضنتهم جامد قوي. وانا حضناهم النور اللي كان في جوانب الأوضة اتحرك وجي تحتينا. ياه، كان حلم حلو قوي. في وسط تفكيري لقيت جدتي بتندهلي اروح لها في الصالة. خرجت من اوضتي ورحت لها: صباح الخير يا نناه. صباح الخير يا دانيا، بصي يا حبيبتي عملتلك ايه. وقامت رافعة في قدامي فستان طويل من ورق شجرة الموز ومطرزاه بوردتين عند الوسط، وشكله كان جميل قوي. ربنا يخليكي ليا يا نناه. وحضنتها وبوست راسها. وبعدين دخلت اوضتي لبست الفستان وخرجت لجدتي، قلت لها ان هقضي اليوم عند البحيرة. ايه ده، انت نسيتي كل ده؟ انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ نسيت ايه؟ هو انت مش عارفة انا عاملالك الفستان ده ليه؟ ايه ده، هو في سبب؟ ما كنتش اعرف والله. ليه يا نناه؟ النهاردة تمتي 20 سنة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. ياه، معقولة كل التفكير ده نساني عيد ميلادي؟ معقولة انا ناسية؟
وجدتي هي اللي فاكرة. عشان كده بابا وماما جم ليا النهاردة. كل سنة وانت معايا يا نانا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. طيب النهاردة عيد ميلادك، مش هتقعدي تقضيه معايا؟ مش هطول، ما تخافيش، هاجي قبل العصر بإذن الله. تروحي وتيجي بالسلامة إن شاء الله يا حبيبتي. خرجت من البيت ورحت البحيرة، أكتر مكان برتاح فيه نفسيا. بحس إن بطلع همومي وأفكاري كلها هناك، وكأن البحيرة دي صاحبتي اللي بلجأ ليها أما بحس بضيق. قعدت على صخرة صغيرة قدام البحيرة وبدأت أكلمها بصوت عالي، واحكي لها كل الكلام اللي كان في بالي، وأقول لها على مخاوفي كلها. وفجأة سمعت صوت حركة بين الشجر، فقمت بسرعة من مكاني وطلعت الخنجر بتاعي. كان إحساسي بيقول إنه نمر، رغم إن صوت الحركة ما كانش مألوف بالنسبة لي. وأول ما الشجر بدأ الطريق بينه بيتفتح، وقفت في وضع استعداد لإني أهجم. وفجأة ظهر من بين الشجر رجلين وبنت. أنا اتخضيت وداريت خوفي ورا تعبيرات وشي، وهما كانوا مصدومين إنهم شايفيني وما تحركوش أبدا من مكانهم. راجل شكله كده بيدي 25-26 سنة، شعره اسود وعنده دقنة خفيفة وطوله متوسط وجسمه باين عليه الرياضة. التاني شكله حلو، 17-18 سنة كده، طويل وشعره بني وعينيه خضرة. والبنت كان شكلها قدي أو يمكن أكبر مني بسنة أو 2، وشعرها اسود بس كانت قصيرة ورفيعة قوي. الولد الكبير قطع السكوت الطويل ما بينا بأنه نزل السكينة اللي كان بيقطع بيها فروع الشجر وهو داخل هنا، علشان يحسسني انهم مسالمين ومش ناويين يأذوني. انتوا مين؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ احنا 3 مستكشفين جايين نكتشف الجزيرة دي. لا، امشوا من هنا، مفيش حاجة هنا تكتشفوها. حصل اللي كنت خايفة منه. البشر جم هنا، ومادام جايين يستكشفوا الجزيرة دي معناها انه اكيد لو لقوا حاجة هياخدوا الجزيرة مننا. يا رب. ايه متنحين ليه؟ ما تمشوا. انا حسن وده احمد ودي مريم، احنا هنا عشان هدف معين ومش هنمشي قبل ما نحققه. وما تخافيش، احنا مش هنأذيكي. شكرا، مش مستنية كلامك ده عشان تهديني وتسكتني. اتفضلوا ارجعوا من مكان ما جيتوا. حسن بص لأحمد ومريم وتجاهل وجودي وكلمهم. الشمس بتغرب، اظن ان احنا هنخيم هنا الليلة دي. تخيموا هنا؟ يلا يا احمد انصب الخيام. مريم طلعي الاكل وانا هروح اجيب خشب عشان نولعه. اثبت عندك، انت عارف لو كسرت فرع واحد بس ايه اللي هيجرالك؟ انا اسف، خلاص مش هروح. النهاردة تخيموا هنا وبكرة تروحوا. مش هينفع حضرتك، احنا المركب وصلتنا ومشت وهتسيبنا هنا لمدة شهر وترجع تاني تاخدنا. شهر؟ انت دانية يا دانية، انت فين؟ انا هنا يا نانا. جدتي وهي بتجري عليا وبتحضني. انا قلقت عليكي، اتأخرت قوي عن ميعادك، كان المفروض هنقضي عيد ميلادك سوا. ياه، انا نسيت خالص، معلش يا نانا، اصل في حاجة عطلتني. وبشاور ناحية حسن واحمد ومريم. جدتي وهي مبتسمة وباين على وشها قوي انها في قمة سعادتها، وراحت ناحية حسن. اهلا وسهلا بكم على جزيرتنا، والله انستونا وشرفتونا. اهلا بحضرتك، احنا 3 مستكشفين جايين نستكشف جزيرتكم، بس واضح كده ان وجودنا مضايق حد. طب كويس، طلع عندك دم اهو وبتاخد بالك وبتحس اهو. ما ردش عليا، وجدتي راحت ناحية احمد وهو بينصب الخيمة. بتعمل ايه يا ابني؟ بنصب الخيمة عشان نخيم هنا حضرتك. تخيموا هنا؟ معقولة تخيموا جنب الغابة وانا بيتي موجود؟ نانا انت بتقولي ايه؟ والله كتر خير حضرتك، بس خلينا هنا معلش. لا يا ابني، انا مقبلش ابدا، لازم تبيتوا عندي. طيب اللي يريح حضرتك. مشينا واحنا في طريقنا للبيت، نانا وال3 مستكشفين ماشيين سوا وانا ماشية وراهم. وبعدين لقيت حسن سابهم وجه يمشي جنبي. يعني اسمك دانية، عندك اعتراض؟ لا بالعكس، اسمك حلو. طيب رأيك مش هاممني على فكرة. طولت خطوتي وسبقت جدتي وسبتهم ماشيين ورايا، بس وصلنا البيت كلنا سوا. نانا خلتهم هما ال3 يناموا في اوضتي وانا نام جنبها في اوضتها. انا حسن كنت عايزه اقول ان بيتهم حلو قوي بالنسبه لبيت في وسط جزيره، اكيد تعبوا وهم بيبنوه. الجزيره دي حلوه قوي رغم ان حجمها صغير. الحتت اللي مشيت فيها كلها جمالها خرافي بمعنى الكلمه.
بس في حاجة واحدة بس اللي مستغربها في الجزيرة دي، دانيا. أول ما شفتها اتخضيت. أنا في جزيرة معزولة عن البشر، وفجأة لقيت في وشي بنت لابسة فستان تحفة وشعرها بني فاتح وعينيها أزرق واضح، شجاعة قوي، مع إني متأكد إنها خايفة مننا، عنيدة وردودها استفزازية قوي، بتحاول تطفشنا بأي شكل. عشان كده أنا هقضي الشهر كامل من غير ما أكلم حد يجي ياخدنا، عايز أجيب آخرها. حسيت بإحساس جميل قوي وأنا شايفها متغاظة مني، خصوصا لما تجاهلتها ولما جدتها كمان عزمتنا نقضي الفترة دي عندهم. لينا لقاء تاني بكرة يا دانيا. صحيت بدري وقت الفجرية كده، ولقيت جدة دانيا بتصلي. طبعا اتكسفت وقلت أصلي أنا كمان. معرفتش أتوضى فين، فاستنيت أما تخلص علشان أسألها، مع إني مش متعود على صلاة الفجر، بس حسيت إني محتاجة أصليها فعلا. ولما خلصت صلاة سألتها على مكان الوضوء، وكمان كنت محتاج أغسل وشي وسناني، فلقيتها بتشاور على أوضة صغيرة في الركن. دخلتها أشبه ما يكون بالحمام عندنا، ولقيتهم عاملين نظام كامل متكامل ما يعملوش غير مهندس شاطر. لما خرجت من الحمام سألت جدة دانيا الحمام مصنوع من ايه؟ قالت لي جذوع شجر، لكن دانيا برداهم بطريقة تنعمهم وحط عليهم كذا مادة على بعض، مستخرجاهم من كذا فاكهة، والمواسير كانت تنفيذ دانيا لكن فكرة جدتها. معقولة دانيا دي ذكية وشاطرة قوي كده؟ صليت وقرأت شوية في القرآن، وبعدين دخلت نمت. ولما صحيت لقيت أحمد ومريم وجدة دانيا قاعدين بره، ودانيا واقفة ورا جدتها، فخرجت لهم. صباح الخير. صباح النور. اتفضل اقعد يا حبيبي. دانيا روحي جيب لنا حاجة نفطر بها يا حبيبتي. نعم. لا 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 خليك يا دانيا، أنا هروح. خليك انت، هتعمل فيها فتوة؟ انت ما تعرفش حاجة هنا، اقعد وانا رايحة انا يا بابا. انا بعد ما نانا دبستني اضطريت اخرج من البيت، طبعا عشان اشوف لهم حاجة ياكلوها، واكيد كنت متضررة. معرفش ليه من امبارح وجدتي بتتعامل معايا كده، ليه كل مرة بتخليني اعمل حاجة انا مش حابة ان اعملها، مع اني متأكدة انها فاهمة كويس احساسي بيكون ايه. حسن ده انا مش طايقاه ولا طايقة وجوده على الجزيرة. اي نعم هو امور حبتين 3 4، لكن رزالته دي يا باي، رزالته مش طبيعية. حاسة انه طفل فرحان بشوفة اللي قدامه متضايق من حركاته، طفل سئيل. بس اللي انا مستغرباه احمد ومريم، دول بيسمعوا كلامه في كل حاجة من غير اي اعتراض او نقاش. معقولة شغالين عنده؟ بس هم شكلهم محترم قوي على انهم يكونوا شغالين عند حد. حسب حكاوي جدتي معظم اللي من بلدنا اللي بيكونوا شغالين عند ناس بيكونوا شكلهم مهرجل قوي، وكمان صمتهم ده غريب قوي ومحير في نفس الوقت. مريم دي بالذات اللي شكلها مش مريحني خالص. ما علينا، هو شهر استحمله بالطول او بالعرض واخلص بعدها منهم. رحت المزرعة جبت منها لبن وشوية اكل برضو، وبعدين رحت الغابة اجيب شوية فاكهة، وبعديها قلت هروح عند البحيرة في جنبها شجرة تفاح هقطف منها كذا واحدة. وانا عند البحيرة نسيت نفسي كالعادة وسرحت في تفكيري، وقعدت ونسيت خالص الناس اللي كانوا مستنييني. جدة دانيا حكت لنا قصتهم كلها في غياب دانيا، دلوقتي بس عرفت سبب تصرفاتها دي. بصراحة صعبت عليا قوي، وفي نفس الوقت ندمت اني ضايقتها، لان اكيد هي فيها اللي مكفيها وما كانش المفروض ابدا ان ازود عليها. وكمان اعجبت بكذا صفة فيها الصراحة من قصتها. ياه، دانيا اتأخرت كده ليه بس يا ربي؟ هو مش حضرتك قلت لها تروح تجيب الاكل؟ بس هي مش بتتأخر كده في العادي. طيب خلاص انا هروح ادور عليها، وانا كمان هاجي معاك، انتوا الاتنين هتستنوا هنا مع طنط، انا هروح اشوفها. معرفش ايه اللي خلاني اقول كده، بس ما علينا. خرجت من البيت وقعدت ادور عليها، وجه في بالي اللحظة انها مادام هتجيب اكل اكيد هتجيبه من الغابة، فدخلت وقعدت اتمشى فيها. انا ما دخلتش قوي كده فيها امبارح، تقريبا وصلت لنصها، وكنت كل ما اخش اكتر كل ما المكان شكله بيبتدي يقلقني، لحد ما فجأة طلع قدامي فهد كبير وكان باين في عينه انه جعان. طبعا انا حاولت اداري خوفي، بس فجأة الفهد نط فوقي وقعت على الارض وهو فوقيا. الفهد فجأة نط فوقي وانا غمضت عيني، وقع الفهد فوقي ميت وحسيت دمه على ايدي. زقيت وبصيت لقيت دانيا واقفة ماسكة قوس، واستنتجت انها ضربت الفهد بسهم. مش قلتلك ان انا اللي هروح؟ ايه اللي خرجك من البيت يا فتوة؟ جدتك قلقت عليك فخرجت ادور عليك. طيب يلا انا جبت الاكل.
اتمشينا لحد البيت وبينا صمت تام. لما وصلنا البيت فطرنا، وكنا كلنا بنتكلم مع جدة دانيا وبنضحك وبنهزر، ودانيا كانت بتكتفي بابتسامة رقيقة ما بتزيدهاش إلا جمال. معرفش ليه شخصيتها شداني قوي كده، وخصوصا لما انقذتني من الفهد النهاردة. حسيتها فعلا من جواها كويسة، وإلا كانت سابت الفهد يموتني، ورغم إنها مش طايقاني ولا طايقة وجودي أنقذتني. دانيا اما خرجت جابت فطار وغدا وعشاء، فقضينا اليوم في البيت، ما عدا وقت المغرب رحنا عند شط الجزيرة أنا وأحمد ومريم نشوف لو في أي حاجة تلفت النظر هناك، بس ما لقيناش وروحنا البيت. أما روحنا فضلنا قاعدين شوية مع جدة دانيا، كانت بتنصحنا وتحكي لنا قصص فيها مواعظ جميلة، ودانيا كانت قاعدة في أوضتها. خلصنا كلام وحكي ودخلنا ننام، بس أنا صحيت في وسط الليل وخرجت من الأوضة علشان أشرب، وأنا بشرب سمعت صوت شدني. عيني لمحت من الشباك دانيا قاعدة بره البيت على جذع شجرة محطوط على الأرض بالعرض، وبتغني أغنية أول مرة اسمعها، بس بصراحة صوتها كان حلو قوي والأغنية كانت جميلة قوي. بدون تفكير خرجت لها ورحت قعدت جنبها. ايه اللي مصحيك؟ قمت اشرب. انت ايه اللي مصحيكي؟ عادي، حبيت بس اشكرك على انقاذك ليا النهاردة، كنت شجاعة قوي. شكرا. العفو، ده واجبي. اول مرة تبتسميلي. ما ردتش عليا وبصت قدامها. بتقوليلي صحيح انه واجبك؟ واجبي احافظ على كل حاجة وكل روح موجودة على الجزيرة دي، مادام مش هتأذي روح غيرها. طيب ليه برضو واجبك؟ الجزيرة دي بيتي، مستحيل الواحد ما يحافظش على بيته. بس اللي انا اعرفه ان الواحد اما بيجيله ضيف في بيته بيكرمه، بس ضيف رخم وجاي من غير عزومة ورايح جاي بيضايقني ووجوده مضايقني، اكيد مش هعرف انافقه واكرمه. بصي، انا عارف اني ضايقتك قوي امبارح، انا اسف بجد. ماشي. انتي على فكرة طلعت شخصيتك جميلة قوي وطيبة قوي وقوية وشجاعة ومسؤولة وبتتلقي المشاكل بذكاء. وانت عرفت الكلام ده كله منين؟ جدتك حكت لنا قصتكم النهاردة. صحيح، انت عرفت ازاي مكاني اما ضربت الفهد؟ انا رحت البحيرة من الطريق ده النهاردة، وانا بحب اروح من نفس المكان اللي بروح منه، فوانا راجعة شفت اثار فهد ماشي من طريقي، فجريت وشفته وهو قدامك وصوبت عليه السهم وهو بينط وصبته. جميل. انا اللي عايزة اسألك سؤال دلوقتي. طبعا اتفضلي. هو ليه احمد ومريم دول بيسمعوا كلامك في كل حاجة بدون نقاش وكأنهم شغالين عندك؟ لا لا لا، هي القصة مش كده خالص. هم من الطلبة المتميزين قوي في الابحاث العلمية والاستكشافية، فالشركة اللي انا شغال فيها اختارتهم يطلعوا معايا الرحلة دي عشان يجربوا يستكشفوا بشكل عملي مش نظري بس. فانا لما بديهم امر بينفذوه، لان انا عندي خبرة وبقالي اكتر من 8 سنين شغال في الشغلانة دي، بشتغلها من وانا في الجامعة. هو انت اصلا عندك كام سنة دلوقتي؟ 26 سنة. وانتي؟ امبارح تميت 20 سنة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. احساسي وهي مبتسمة ليا ما يتوصفش فعلا. هو انت مش نفسك ترجعي بلدك؟ الجزيرة دي مكاني وما اقدرش اسيبه. هو انت خايفة من وجودنا ليه؟ مين قالك اني خايفة؟ متوترة وخايفة ومحدش قالي. بصراحة خايفة تاخدوا مننا الجزيرة او تأذوها. ما تخافيش، مفيش اي ضرر هيمس الجزيرة دي وانتوا هتفضلوا فيها ومحدش هيقدر ياخدها منكم. بس ساعديني بس نخلص الشهر ونشوف شغلنا وبعدين هنمشي وحياتك هترجع طبيعية تاني ان شاء الله. ان شاء الله. رغينا كتير قوي واعتقد انها ما بقتش كرهاني دلوقتي، وان احنا بدأنا شوية نكون اصحاب. فضلنا قاعدين سوا حبة كتير جدا وبعدين دخلنا ننام، اصل الوقت كان اتأخر بزيادة. كان بقالي كتير قوي ما نمتش مبسوط زي ما نمت النهاردة كده. شكرا ليك يا دانيا، تصبحي على خير. بصراحة مش عارفة ليه حاسة اني كنت مبسوطة قوي من كلام حسن، ما بقيتش حاسة اني كرهاه زي الاول. كلامنا النهاردة غير نظرتي ليه جدا. مر اسبوعين وفاضل اسبوعين على رجوع المستكشفين ال3 بلدهم، بقينا كلنا صحاب خلاص وبقينا بنقضي وقت جميل كلنا سوا، رغم اني مش بستلطف مريم قوي لكن بعملها كويس. وفي يوم دخل احمد عليا الأوضة وقال لي انه عايزني في موضوع، فخرجت انا وهو المزرعة وقعدنا هناك. كان بيحكي لي عن مشاكله في الحياة عامة، حاجة ما فرقتش معايا قوي، وانا اكيد معرفتش افيده لان رغم كل حاجة معرفش طبيعة العيشة عندهم في بلدهم.
وفي وسط ما احنا قاعدين لقيت حسن واقف عند البيت عمال يبصلنا. استغربت، بس مش مشكلة، ممكن سرحان في حاجة. نظراته ليا كترت قوي الأيام دي، وأكيد أنا كمان نظراتي كترت، وإلا ما كنتش لاحظت نظراته. بس هو بيبصلي ليه؟ والأهم، أنا ببصله ليه؟ معقولة أكون لازم أتأكد من إجابة السؤال ده. وقطع تفكيري أحمد. دانيا، انت معايا؟ معاك، معلش سرحت شوية. ولا يهمك، بس انت كويسة ولا في حاجة مضايقاكي؟ لا ما تقلقش، أنا تمام. وفي اللحظة دي جات لنا مريم. أحمد، ممكن تسيبني مع دانيا شوية عشان عايزاها؟ كان باين قوي على شكلها انها متعصبة. في ايه مالك انت كمان؟ مالكش دعوة، قوم. ما تقومش يا احمد، انت هنا من قبلها، وهي مش من حقها تكلمك كده ايا كان ايه اللي معصبها. حاضر. يا سلام. بصي يا حبيبتي، اذا كنت انت اخدت احمد في صفك فدي حاجة ما تهمنيش، لكن اللي يهمني حسن. بطلي تلزقي فيه يا ماما، حسن ده بتاعي انا، وعمره ما هيكون بتاعك او بتاع غيرك. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا مريم؟ اظن كلامي واضح قوي يا سكر. حسن خط احمر. مريم، ممكن تهدي؟ بتهديني؟ طيب انفذ لك رغبتك ازاي وحسن عينه مش بتشالش من عليكي؟ يا بنتي ده انت مش مخليه يبص لي وانا بكلمه. مريم كفايه، انت زودتيها قوي. مريم بصت لنا باستحقار ومشيت وسابتنا. معلش يا دانيا، هي اكيد مش قصدها. لا مش مشكله. انت كويسه؟ تمام، شويه صداع بس. ليه كده بس؟ من ايه؟ عادي، ما اكلتش حاجه طول اليوم بس. طيب وده ينفع؟ ما ينفعش، بس معلش سيبني على راحتي، انا ماليش نفسي اكل. لا روحي كلي يلا وانا جاي معاكي اهو. قمنا واكلنا، بس انا ما اكلتش كتير. وبعدين قمت داخله اوضتي، اصل احنا بنينا للمستكشفين ال3 اوضه على قدهم. دخلت اوضتي، قضيت 3 ايام في اوضتي ما بخرجش. مش عشان متضايقه، بالعكس، عشان حسن ما يبصليش ومريم تتضايق. راعيت مشاعرها وحطيت نفسي مكانها. اي نعم كنت متضايقه ان ما كنتش بشوف حسن، بس انا عارفه ان هو ده الصح. دانيا قافله على نفسها اوضتها بقالها 3 ايام ومعرفش عنها اي حاجه، ورافضه ان حد يدخل لها الا جدتها اللي بتخش تديها الاكل وتتكلم معاها شويه. يمكن دانيا تقول لها مالها، لكنها في كل مره بتقول لها انها كويسه وانه شويه برد بس وخايفه تعدينا، مع اني مش مصدق حوار البرد ده. ما بتاكلش، كل لما ابص على بواقي اكلها بلاقيها ما كلتش قطمتين او معلقتين على بعض. لو بس اعرف ايه اللي بيكي يا دانيا. 3 ايام كتير والله على بعدك عني. انا بقيت عاوز اشوفك في كل لحظة وكل ثانية في يومي. ليه بتحرميني منك كده؟ ولسه وانا بفكر في الكلمة دي باب اوضة دانيا اتفتح. اخيرا دانيا خرجت وباين على وشها التعب. راحت باست راس جدتها اللي كانت قاعدة جنبي من غير ما تنطق بحرف. اخيرا يا حبيبتي خرجتي من اوضتك؟ ليه يا بنتي كل ده؟ في ايه؟ بصت لي بصة غريبة قوي فيها تعب وحزن وألم، وحطت ايديها على راسها وفجأة اغمى عليها. دانيا! وبسرعة وهي بتقع على الأرض قبل ما تقع سندتها من ظهرها وشلتها لأوضتها. مريم فضلت قاعدة بره وكأن الموضوع مش فارق معاها، لكن أحمد وجدتها جم ورايا بسرعة علشان نفوقها. ما كانتش أبدا راضية تفوق. دانيا ما كانتش راضية تفوق خالص، وبعد معاناة أخيرا فاقت. أول ما فتحت عينيها ما حسيتش بنفسي وفرحت جدا، وفضلت ماسك في ايديها مش بسيبها. هي ما كانتش قادرة تتحرك أو تتكلم، وأنا ما كنتش قادر أسيبها. فضلت ماسك ايديها كتير وبعدين سبتها. أكلناها وبعدين سبناها ترتاح شوية، وأنا طول ما هي نايمة رايح جاي أبص عليها زي ما يكون ضايع مني حاجة. كنت خايف عليها أول ما وقعت قدامي فجأة. بس الحمد لله إنها فاقت وأكلت. بعد 5 ساعات تقريبا صحيت. جدتها راحت وقعدت معاها شوية وبعدين ندهت لي فرحت لهم. نعم يا نانا، أنا جيت أهو. أنا بقيت أحب أقول لها نانا زي ما دانيا بتقول لها، عشان تكون شاهد. دانيا وعدتني إنها مش هتعمل في نفسها ولا فينا كده تاني. من غير ما توعد إحنا مش هنديها الفرصة لكده تاني. دانيا ابتسمت ابتسامة رقيقة، وجدتها بصت لي وكأنها بتقولي إنها معرفتش تاخد منها أي معلومة عن سبب كل ده. طيب خلاص قومي ارتاحي انت يا نانا، أنا هاخد بالي منها. ماشي يا حبيبي، لو احتجتوا حاجة أنا قاعدة بره. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ارتاحي انت. وخرجت من الأوضة وسابتنا أنا ودانيا. عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله. كده تقلقيني عليكي؟ ابتسمت ابتسامتها الجميلة
اللي بتخطف قلبي وعقلي. ليه عملتي في نفسك كده؟ ابدا، انا بس ما كانش ليا نفسي اكل. ايه اللي كان مضايقك؟ ما كانش في حاجة مضايقاني. انا اعرف اذا كنت متضايقة او لا من عيونك، وعيونك بتقول انك متضايقة. بصراحة من كام يوم مريم جاتلي وزعقت لي جامد عشان ما اقربش منك. هي عايزاك ليها ومش عايزاني اكون معاك، وقالت لي انها بتتضايق اما تشوفك باصصلي، فانا قفلت على نفسي الباب عشان انت ما تبصليش. طيب وما كنتيش بتاكلي ليه؟ عشان كنت متضايقة اني مش بشوفك. اتصدمت بعد الكلمة دي وفضلت باصص ليها كتير قوي. بحبك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت اني بحبك. معرفش ازاي بالسرعة دي ولا ليه اصلا انت بالتحديد. بس وانا كمان بحبك. مريم ما بتحبنيش، مريم بتحب نفسها. عايزاني علشان مركز وفلوس، وهي مش غيرانة منك، هي خايفة تخطفيني منها، مع اني عمري ما كنت ولا هكون ليها. ومش مهم هي تقول ايه، المهم انا اللي في قلبي مين. كده اظن ان عرفت اجابة السؤال اللي كنت بسأله لنفسي. ما عرفتش ان بحبه الا لما قال لي انه بيحبني. ادركت وقتها ان اللي انا فيه ده هو الحب اللي جدتي بتحكي لي عنه من زمان. منكرش ابدا انها غريبة، لكن انا انسانة وفطرتي بتخليني احب. وواحدة زي عمرها ما قابلت بني ادم غير جدتها اكيد هتنبهر بشخصية زي حسن، خاصة ان شخصيته قريبة من شخصيات الفرسان اللي كانوا بياخدوا اميراتهم على ظهر الحصان الابيض اللي جدتي كانت بتحكي لي عنهم وانا صغيرة. انا اكتشفت ان الحب اجمل حاجة في الدنيا، واول حاجة اتبنت عليها. مر اسبوع كمان، فاضل اسبوع على سفر حسن واحمد ومريم. معرفش هعمل ايه لما يمشوا، معرفش احساسي هيكون ايه لو حسن مشي، وهلاقي صاحب تاني فين لو احمد مشي. يا رب صبرني. المستكشفين التلاتة كانوا قاعدين حوالين خشبة صغيرة في ظهر البيت، وانا خرجت اشم شوية هوا. مشيت شوية في المزرعة وكده، وبعدين جيت جنب البيت كده وسمعتهم وهم بيتكلموا. طيب افتح اللابتوب شوف لو النت يوصل لهنا. يا حسن واصل. طيب تمام. قالوا ايه؟ يا رب يكونوا قالوا لنا نمشي من هنا بدل القرف اللي احنا فيه ده. احنا هنا مش في قرف، انت بس اللي مضايقه نفسك وقرفانه معاكي. انا بس بص يا فندم، قالوا لنا بما ان الجزيره ما فيهاش اي مواد متميزه تستخرج منها، فنتاكد ان ما فيهاش سكان، وهم هيدونا 3 مليون دولار وهيجوا هنا ينسفوا كل الارض دي ويبنوا عليها مصنع كبير عشان خاطر يكون بعيد عن السكان. ايوه قال لهم ان ما فيش سكان، ودانيا وجدتها دول نتصرف فيهم، دول 3 مليون دولار. بمجرد ما سمعت الكلمه دي جريت على البيت وقفلت الباب الشبك بتاعنا، وحسن جري ورايا وكان واقف بره وانا جوه. انا شايف ضلك من الاول وكنت حاسس بوجودك، ما تخافيش، هنقول لهم انها مأهولة وانها حجمها صغير ومحدش هيعرف يستغلها صح زي اهلها. مش قادرة اصدق انك هتعمل كده. انا وعدتك ان الجزيرة مش هيحصل لها حاجة، وادينا اهو بوفي بوعدي وبوعدك ان محدش هياخدها منكم. بجد. حسن فتح الباب بالراحة ودخل وراه احمد ومريم. ما تخافيش، مش هيحصل حاجة طول ما انا معاكي. بس انت ماشي كمان اسبوع، ساعتها ممكن يحصل كل حاجة. لا مش همشي. انا وجدتي ومريم في نفس واحد. ايه؟ انت بتقول ايه؟ دانيا تتجوزيني؟ صدمة غير متوقعة. طبعا انا واحمد متفقين سوا على الفيلم ده، ومريم ما كانتش تعرف اني عامل كده عشان خاطر اتقدم لدانيا. انا عارف انها بتخرج كل يوم في الوقت ده وبتمشي في المكان اللي كنا قاعدين فيه النهاردة، فكنت مظبط كل حاجة. دانيا تتجوزيني؟ صمت في المكان، ودانيا بتبص لجدتها وترجع تبص في الأرض، وبعد صمت دقايق مروا كأنهم ساعات. موافقة. استنوا، انا مش موافقة انكم تتجوزوا. هو انت مالك اصلا؟ حسن انا بحبك، وانا الاحق بالجوازة دي من اللي ما تربتش غير على ايد واحدة عجوزة. على الاقل اللي اتربت على ايد العجوزة اخلاها احسن منك، وعلى الاقل هي احسن من اللي ما اتربتش خالص. مريم خرجت وسابتنا. مبروك يا فندم، مبروك يا دانيا. وفعلا اتجوزنا وعملنا اجمل فرح. اي نعم ما حضرهوش غير جدة دانيا واحمد وانا، بس كان فرح جميل قوي. مر الاسبوع واحمد ومريم مشوا من على الجزيرة ورجعوا بلدنا، وانا ودانيا كنا سعداء جدا ان انا ممشيتش. كل حاجة مشيت مسرعة قوي، بس انا سعيدة باللي حصل ومتأكدة ان اللي جاي كله هيكون خير ان شاء الله واجمل من اللي فات.
وبعد جوازنا بأسبوع كنت قاعدة في الأوضة ودخل علي حسن. حبيبتي ازيك؟ تمام الحمد لله. بقولك ايه، خد الننا واطلعوا اقعدوا بره عشان اعمل لكم مفاجأة. فعلا خرجنا وحسن كان خرج بره. تفتكري حسن عايزنا في ايه؟ معرفش والله يا ننا، بس هو قال لي مفاجأة. يا رب استرها. ما تقلقيش يا حبيبتي. وبعدين صمت لحد ما حسن جه وفتح الباب. المفاجأة! شاور على الباب ودخل أحمد. أحمد، أنت رجعت؟ رجعت عشانك أنت وننا. عشاننا؟ أيوة عشانكم. فاكرة يا ننا أول قصة حكيتيها لينا أما جينا هنا؟ قصتي أنا ودانيا. أنا واحد من أفراد القصة. أنا أخوك يا دانيا، أنا حفيدك يا ننا. صدمة لمدة دقيقة وبعدين جريت عليه وحضنته جامد. أحمد، أختي، لسه المفاجأة ما خلصتش، استنوا. أحمد خرج من الباب ودخل معاه راجل وست. دول نفسهم اللي كانوا في الحلم. دول بابا وماما. أنا من فرحتي صوتت وجريت عليهم وحضنتهم جامد، وننا قامت وحضنانا كلنا. وبعد جو من الفرحة والدموع وكده قعدنا كلنا. بس ليه ما قلتليش يا أحمد من الأول؟ حبيت أقولك وأنا معايا بابا وماما عشان أكيد كنت هتتبسطي أكتر أما أقولك وهما معايا. على فكرة يا دانيا، أحمد ووالدك ووالدتك ناويين إن شاء الله يعيشوا معانا هنا. الحمد لله إنك رجعتي لينا يا حبيبتي، والحمد لله إنه لمنا كلنا مرة تانية. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قمت وحضنتهم كلهم، وفعلا فضلوا عايشين معانا. عشنا أيام جميلة قوي أنا وحسن، وخلفنا بنت وربناها كلنا سوا على إنها تكون أحسن واحدة في الدنيا. وأحمد أما كبر رجع البلد واتجوز، جاب مراته وعاشوا معانا. لولا إني كرهت حسن في الأول ما كنتش حبيته، ولولا إنهم جم ومعاهم أحمد ما كنتش لقيت أهلي ولا اتجوزت، ولولا إني كنت الجزيرة دي من الأول ما كنتش اتعلمت. فعلا ربنا ما بيعملش حاجة إلا لسبب محدش يعرفه إلا هو. نسيت أقولكوا على حاجة. كنت نزلت المدينة مع حسن لمرة واحدة بس علشان نكتب الكتاب ويكون جواز على سنة الله ورسوله.